كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر. وصفتنا اليوم هي التشريبة الكويتية، وفي بعض البلدان يسمونها ثريد. والتشريبة يعني نشرب الخبز بالمرق. والتشريبة لابد منها في سفرة رمضان. أولا نحط ملعقة سمنة وننزل قطع اللحم على السمنة، نشوحها أو نقليها من الصوبين لما تاخذ اللون اللي نشوفه بالفيديو. بعدين نضيف عليها بصل، أنا قطعتهم شرايح، كيفكم تبون مكعبات هم يصير. نحمسهم دقيقتين، بعدين نضيف الثوم. كل المقادير مكتوبة أسفل صندوق الوصف. نحركها دقيقتين أو نحمسها دقيقتين بس تطلع ريحتها، بعدين نضيف عليها البهارات. بعد ما نضيف البهارات نحمسها بعد دقيقتين، لما تطلع ريحتها كذي تصير خنينة حلوة. نضيف عليها معجون الطماط ونحمسها، وبعدين نضيف عليها طماط أنا مقطعتهم شوية كبار. نحركهم ونخليهم ونغطي الجزر ونخليه لين احنا نقول بالكويتي يتمخمخ، يعني يتسبك، يعني يذوب شوية طماط. بعدين نضيف الليمون الأسود ونضيف الماء. لازم الماء تضيفونه بكمية كبيرة لأن هذا راح نشرب فيه خبز. ونخليه ساعة، بعد ساعة نضيف راس ثوم ونضيف حبتين من الفلفل، ونضيف أيضا القرع اللي هو اليقطين والبطاط. غير هذا إذا حطيته ما تصير التشريبة كويتية. نضيفهم ونخليه نص ساعة لما يكمل استواء اللحم ويا القرع والبطاط. نحركه شوية، ناخذه قلبة بسيطة. بعدين نحط له الملح، نملح الأكل حسب الرغبة ونسكره ليمن يستوي. الحين نشرب، تبون خبز رقاق، تبون خبز إيراني أو خبز تنور هم يصلح. لازم يكون المرق بهالطريقة خفيف علشان الخبز يشربه بسرعة. ننزل أول شيء المرق، بعدين نضيف عليه اللحم والبطاط والثوم والليمون. وعليكم ألف عافية. هذه هي تشريبتنا اللي ما تخلى سفرة رمضان منها.